السلام عليكم. طبعا كلكم تعرفون بهاي اللي حكت وقالت انه راح يصير كارثة بعرس، وراح يتحول الفرح الى يعني عزاء المهم مثل ما قالت. والله سبحانه وتعالى يعني ما يرضى بهذا الشيء ابدا، اللي هي تحكيه واللي هي تسوي روحها انه هي تتنبأ فقط. تمام. واكثر الناس مصدقينها. تمام. كذب المنجمون ولو صدقوا. تمام. فما يصير احنا نصدقهم، وهذا كل اللي صار انه هي ساحرة، انه هي منجمة. تمام. وهي تقول لا انا مو منجمة، انا لا ساحرة ولا شيء. السورحة مسكينة وهي كذابة. تمام. هذه كذابة وزنديقة، لانه هي تدعي انه هي فقط تتنبأ بس هي منجمة بالاساس، وهي كافرة اذا هي فعلا تسوي هذا الشيء. هسه انا اقول لكم، بس تقول عادل انت ايش مدريك وشلون عرفت انه هذا الشيء مثلا حرام؟ تمام. اولا كلكم راح تقولون زين عادل انت هي شلون عرفت انه راح يصير هذا فلان شيء وصار فعلا؟ هسه انا اقول لكم، المنجمين والسحرة بشكل عام يعني هم تقريبا نفس الشيء. اوكي. فذولا الله سبحانه وتعالى لما يؤمر الملائكة انه مثلا راح يصير فلان شغلة بالارض. تمام. تنزل أهل السماء يتناقلون بينهم لحد ما توصل السماء مال الدنيا. تمام. فذولا اللي سحرة يعني اللي عندهم جن. تمام. يرسلون الجن مالتهم يلتقطون الكلام من الملائكة من السماء الدنيا لما توصل آخر السماء هاي. يلتقطون الكلام ويجيبونه لسيادهم اللي هم الدجلة اللي يصيرون يعني اشكال هاي المرة. تمام. فلما ينقلونه مباشرة راح ينقلوا لها شنو راح يصير بسرعة قبل لا يصير الشيء. ينقلوا لها مثلا يقولوا لها راح يصير فلان شيء فلان شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة، فهم يسمعون الملائكة لما يتناقلون بينهم. مو معناتها انه السحرة يعلمون الغيب ولا الجن يعلمون الغيب، بس هم المشكلة الجن يجيب لهذا الشخص اللي هو دزال منجم مثل هاي وغيره وغيره، يجيب لهم كلمة حدث واحد صحيح و99 كذبة مثلا. فما يجيب لهم كل الأخبار الصحيحة. تمام. لأنه هم جن كفار بالأساس. ف... فتكون واحدة من هاي، لذلك تشوفون انه هاي دائما تحكي احداث كثيرة انه راح تصير بالمستقبل وبخير دولة بغير دولة، وتصير واحدة من عتن او اثنين. لانه اللي نقل لها هذا يكون كذاب، ويكون كذب عليها بهواي امور وواحدة من عتن صحيحة. فلا تصدقونهم. تمام. وخيولون، لأنهم كلهم ذولا كفار. كفار السحرة المنجمين. ولا تقولكم انه انا مو سحرة. شلون عرفت اذا هي ما بصحرة جن؟ تمام. ويروح يتسمع لأهل السماء. وبعد انتم بكيفكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.